ملخص جرامر سنة 5 وهتطلع فاهم الجرامر بتاعتك كويس، وسؤالك كوريكت بتاع الأقواس بقى في جيبك دلوقتي. ركز معايا. أول حاجة بناخدها هي البريفكس. البريفكس دي عبارة عن بادئة بتخلي الكلمة العكس، يعني زي كلمة happy سعيد عكسها unhappy، زي كلمة safe آمن عكسها unsafe غير آمن، يعني بتديني العكس بتاع الكلمة اللي هي on. دي أول حاجة. تاني حاجة في الجرامر معانا هي past simple، الماضي البسيط. يعني ايه من الاخر الماضي البسيط يا مستر؟ يعني دي حاجة حصلت في الماضي خلاص وخلصت، شكرا كده. طيب انا كده عرفت انا بستخدمه في ايه. تكوينه عامل ازاي؟ بستخدم التصريف التاني. ايه هو التصريف التاني يا مستر عشان انا مش عارف؟ التصريف التاني هو الماضي بتاع الكلمة، زي كلمة play تبقى played، زي كلمة go بتبقى went. اهي went دي بقى وplayed دي بقى هو ده اسمه التصريف التاني، عشان لما نجيب سيرته تاني تبقى عارف يعني ايه تصريف تاني. طيب انا دلوقتي بحط التصريف التاني امتى؟ لما بشوف ايه في الجملة؟ لما بشوف حاجة احنا كنا بنغنيها مع بعض in the past last ago in yesterday. in the past last ago in yesterday. لما بشوف واحدة من دول في الجملة بعمل ايه؟ بروح احط التصريف التاني على طول، اللي هو مين؟ لسه متكلمين عنه دلوقتي. طب لو انا لقيت سؤال بيبدأ بديد، اشمعنى ديد يا مستر؟ عشان ديد هو الفعل المساعد اللي بيستخدم مع الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط. طيب يعني ديد هو البطل معانا في الحلقة بتاعت الماضي البسيط؟ هو اللي بستخدمه سواء في السؤال او في النفي. لو انا بدأت بديد بحط الجملة عادي خالص، ولكن الفعل بتاعي بيكون في المصدر. في المصدر انت مش لسه قايل التصريف التاني؟ ما هي ديد موجودة، هو انا ما قلتلكش طالما ديد موجودة مفيش حاجة اسمها التصريف التاني، حتى لو احنا في الماضي. حتى لو احنا في الماضي. يعني لو اقول لك did you go to school yesterday بقول did you go، ما بقولش did you went. يبقى هنا في الحالة اللي زي دي لو did موجودة شكرا هحط مصدر. خش على اللي بعده. خش على حالة النفي. يعني ايه النفي؟ يعني انا رحت المدرسة امبارح، عايز انفيها اقول انا ما رحتش المدرسة امبارح. يعني انا لو قلت I went to school yesterday انا ذهبت المدرسة امس، عايز انفيها. طالما عايز تنفي حاجة هات فعل مساعد تبع الايه؟ الزمن اللي احنا فيه. مين الفعل المساعد اللي احنا قلنا بطل الحلقة؟ هو did. هتقول I didn't go to school yesterday. I didn't و didn't go. ايه ده ومش went؟ ما هي didn't موجودة، احنا اتفقنا ان did و didn't طالما موجودين يبقى انا كده بحط الفعل في المصدر. شكرا كده did و didn't الفعل في المصدر. ندخل على استخدامات have و has. have بتيجي مع شلة الجمع I و we و you و they. I have a headache. We have a headache. You have a toothache. انت عندك صداع، انت عندك ألم في السنان. اتفقنا على النقطة دي. يبقى have مع الجمع. طيب has مع شلة المفرد عشان المفرد بيحب الاس. لما تيجي تقول له خد have ولا has بيختار الحاجة اللي فيها فبيختار has. يبقى معنى كده he has a headache. She has a headache. يبقى المفرد معاه has والجمع معاه have. في حالة النفي مش هنفي have عشان have جاية هنا كفعل أساسي مش جاية كفعل مساعد. طيب أنا هعمل إيه في الحالة زي دي؟ أنا بلعب في المضارع البسيط. I have a headache. He has a headache. طب مين الفعل المساعد اللي بيجي معاهم يا مستر؟ مش كل فعل مش كل زمن بيجي ليه فعل مساعد. معاهم do و does. يعني هنفي هقول don't أو هنفي أقول doesn't. طب لما أقول don't هستخدمها مع مين و doesn't مع مين؟ doesn't فيها اس هتروح لشلة المفرد عشان المفرد بيحب الاس، و don't هتيجي مع شلة الجمع اللي هم I و we و you و they وأي اسم جمع. طيب بعدهم بقى يعني أنا عايز أقول أنا ما عنديش صداع، برضو هقولها إزاي؟ I don't have a headache. عشان have بتيجي مع I؟ لا، علشان النفي don't أو doesn't هيجي بعدهم have. طب حتى لو مع المفرد يا مستر يعني أنا لو قلت he doesn't مش هقول he doesn't has، مش has بتيجي مع المفرد، مش هينفع في الحالة اللي زي دي. ليه؟ علشان في نفي. هنقول he doesn't have a headache. اتفقنا على النقطة دي؟ طب تعالى في حالة السؤال بقى. في حالة السؤال هقول do you have a headache. طب لو مع he هستخدم do؟ لا طبعا هستخدم does عشان المفرد بيحب الاس. does he مش هقول he has، هقول he have a headache. ايه ده have مع المفرد ومع الجمع هنا؟ طب امتى بستخدم have مع كله؟ في حالة النفي وفي حالة السؤال. يلا بينا خلاص كده النقطة دي. في حالة النفي وفي حالة السؤال هستخدم have. ندخل بقى على الاستطاعة الability.
ازاي استخدم كان وكانت وكود وكودنت؟ ايه ده دول 4 بحالهم؟ لا والله هم مش 4، انا وجهة نظر ان هم 2. كان وكانت مع بعض دول في البريزنت في المضارع، وكود وكودنت ده الماضي بتاعهم. يبقى كان وكانت في زمن المضارع، كود وكودنت في زمن الماضي. طب بعد كان وكانت وكود وكودنت بيجي ايه؟ بعد ال4 كلهم الحلوين دول بيجي حاجة واحدة، الفعل في المصدر انفينيتيف. يعني ايه الفعل في المصدر؟ يعني الفعل في وضعه الاساسي اللي هو play مثلا، مش احنا تصريفاتها play played go went، اهو جو بقى وبلاي هم دول الفعل في المصدر، يعني بدون اي اضافات، بدون اي اضافات. بعد كان وكانت وكود وكودنت الفعل في المصدر يا جماعه. طب في حاله السؤال بقى، لو انا بسال بكان او كود، بسال بكان في حاله المضارع زي ما قلنا، وبسال بكود في حاله الماضي. لو بسال بكان او كود الفعل بيجي في المصدر برضه. ما تجيش تقول لي مع كود احط الفعل في الماضي مثلا عشان انا بتكلم في ماضي، ما هي كود موجوده خلاص قامت بالدور، مش لازم احط الفعل في الماضي. يبقى انا هنا لو سالت can you play with me، هل تقدر تلعب معايا؟ ممكن. طب لو عايز اقول لك مثلا حاجه في الماضي بقى، زي مثلا could he count to 10 when he was 5؟ يعني مثلا هل هو كان بيقدر ان هو يعد ال10 لما كان عنده 5 سنين؟ يبقى احنا هنا كان وكود بعدهم الفعل في المصدر. شكرا، عرفنا الموضوع ده. تنسوه بقى. الحاجه اللي قبل الاخيره هي اعطاء الامر او الطلب. يعني انا بطلب من حد حاجه، احنا عارفين ان الجمله بتتكون من فعل باقي الجمله، انا بطلب منك بقى حاجه ببدا بالفعل في المصدر. يعني مثلا play with me please، العب معايا من فضلك، play with me. طيب في حاله النفي هقول لك don't play with me، don't وبعدها المصدر. يعني لو ببدا بطلب او امر او giving directions اللي هي اعطاء الاتجاهات بستخدم الفعل في المصدر. ولو بنفي، يعني لو بقول له ما تعملش بقى، يعني مثلا امر اعمل play with me، عايز اقول له ما تلعبش معايا بستخدم don't وبعدها المصدر. يعني يا اما ببدا بالمصدر يا don't والمصدر. don't play with me. اخر حاجه بقى اللي هي prepositions اللي هي حروف الجر in وon وat. انا بحب اجيبهم بالترتيب كده. in الكبيره قوي، on اللي هي الاصغر، at اللي هي الصغيره خالص محدده قوي. طيب in بستخدمها كبيره، يعني الحاجه اللي فيها ايام كتيره قوي، يعني مثلا زي السيزونز اللي هي فصول السنه، زي المونثs اللي هي الشهور، زي days اللي هي الايام. طيب انا عايز اتكلم مثلا هقول in summer in winter صيف في الشتاء، يعني شهور وفصول وسنين، شهور وفصول وسنين مع in ومع 3 اوقات في اليوم. in the morning الصبح، in the afternoon وقت الظهيرة، in the evening اللي هو في المساء. ال3 دول. طب ما في نايت يا مستر؟ لا، ما هي نايت مش معانا في in. خلاص، يبقى الحاجات الكبيرة قوي شهور فصول وسنين. اي حاجة لو جاب لك اي مثلا 2020 هتحط له in 2020. summer in summer، March April January February، اي شهر in على طول، حاجة كبيرة. طيب on بقى، on دي بقى بتاعت الايام الحلوة قوي. on Monday on Saturday on Sunday بستخدمها مع الايام. بستخدمها مع ايه تاني؟ بستخدمها لما يجي لي تاريخ، يعني ممكن يكتب لك مارش شهر مارس، انت ما ياخد in، اصبر هتستنى شويه، شوف بعدها يقول لك مثلا ايه 27th، يعني 27 من مارس. في الحاله زي دي هيستخدم on، لان هو يقصد يوم 27 مارس، ما يقصدش شهر مارس. يعني لو الشهر جالك مفيش بعد يوم هتستخدم in، لو الشهر جالك فيه لازق فيه محدد لك تاريخ معين جواه يبقى هتستخدم on. وفي كلمه on time، on time يعني في الوقت، انت جيت لي في الوقت المناسب، يعني اللي احنا متفقنا عليه on time. on كمان بتيجي مع الاجازات، on vacation on holiday on my birthday، في عيد ميلادي، ما عيد ميلادي في يوم برضه on the weekend، عطلة نهاية الاسبوع. ندخل على at مع الاوقات مش مع الساعات بس، فاحنا هنعدلها نخليها at مع الاوقات. طيب at بستخدمها مع ايه؟ مع الاوقات. يعني مثلا at 3 p.m at 4 p.m at 9 a.m at 8 o'clock at 9 o'clock. ايه تاني بستخدمه مع at night، ده الوقت الرابع اللي موجود في اليوم. مش احنا قلنا in the morning in the afternoon in the evening، اخر واحد night at night، هي الوحيدة اللي بيجي مع night. وat midday في منتصف النهار، وat midnight في منتصف الليل، وat lunch time في وقت الغداء. وقت، يبقى لو محدد لك وقت معين هستخدم at مع الاوقات. حابب اقول لك ان احنا كده تمام، احنا كده لمينا الجرامر بتاعنا، وندخل واحنا ضامنين درجة الجرامر ان شاء الله.
شكرا جدا.